اللي بيأجل الندر واللي بيغير الندر واللي بينسى الندر. وفين وعود ربنا؟ مفيش. احنا خلينا في رسامة الكهنوت، رسامة كل اب اسقف ورسامة كل اب كاهن، تعهد يقول امام المذبح وامام الملائكة والقديسين. هل كل واحد فاكر كل كلمة قالها قصاد مذبح الله، وكل التعهد اللي قاله قصاد الملائكة والقديسين حرف حرف؟ يا ريت. افتكر مرة من المرات جاتني ورقة كده ملفوفة، فتحتها لقيت ربطة فلوس ومعها جواب. كاتب لي صاحب الجواب الآتي: هذا المبلغ أرسله إليك علشان تعهد الأب الكاهن تبروزه وتحطه في كل كنيسة. إن شاء الله أحاول أعمل الحكاية دي من غير فلوس الراجل يعني، لكن أنا بقولها علشان أبقى ملتزم بيه. التعهد يتبروز ويتحط جوه الكنيسة، وإلا إيه فايدة عهودنا لربنا؟ ما فائدة النذور اللي الواحد بينذرها لربنا؟ ما فائدة التزاماته نحو الله إن كان لا يفي بها؟ فإن كانت التزاماته نحو الله لا يفي بها، يبقى ما فيش مخافة الله في القلب. ما فيش مخافة الله في القلب. عشان كده في سفر الجامعة إصحاح 5 آية 5 بيقول: لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. عشان مخافة الله لابد أن تطيعه، لأن في طاعة الله توجد مخافته. الإنسان الذي يخالف الله ليست فيه مخافة الله، واللي بيغضب الله ليست فيه مخافة الله، واللي ما يهموش يزعل ربنا أو ما يزعلوش ما فيش في قلبه مخافة الله، ما فيش فيه احترام. من ضمن مخافة الله أيضا إن الواحد لا ينطق باسم الله باطلا، لا تشهد الله على كل فرغة ومليانة، لا تستخدم اسم الله بدون توقير. عشان كده السيد المسيح قال ايه؟ سمعتم انه قيل لا تحلف باسم الله باطلا، اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لانه كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، الى اخره. في ناس يحلفوا كتير كتير بدون مناسبة. مرة بيقال ان احد السادة كان عنده عبد مؤمن، وكان هذا السيد كثير الحلفان، واسم ربنا ده على لسانه بمناسبة ومن غير مناسبة، ويستخدمه كده بدون احترام. فكان كل ما هذا السيد ينطق باسم ربنا او يحلف، العبد يروح ساجد على الارض. قال له بتعمل كده ليه؟ قال له ده اسم ربنا، اسم الله المخوف، ازاي اسمع اسم ربنا وما اسجدش؟ فبدأت مخافة ربنا تدخل في قلب هذا السيد من احترام العبد بتاعه لاسم ربنا. مش دلوقتي اسم ربنا بيستخدم بلا مناسبة، ده حتى في الأغاني عشان يظهروا استحسانهم، وجايز تكون أغنية يعني مش تمام في كل حاجة، اسم ربنا هو مظاهر الاستحسان بالأغنية، معروف طبعا. مفروض اسم ربنا ما ندخلوش في الحاجات دي. إذا أردت أن مخافة الله تدخل إلى قلبك لا تتذمر على الله، لا تتذمر عليه ولا تتضجر، لأن ناس كتير بيتذمروا ويتضجروا وكل مشاكلهم ينسبوها لربنا، كل مشاكلهم ينسبوها لربنا ويتهموا ربنا بأنه ضدهم. إن ما ذكروش وسقطوا يبقى ربنا هو اللي سقطهم.
ان ما جاش عريس للبنت يبقى ربنا هو اللي مضطهدها وما بعتلهاش العرسان. ان سواق سكران طص واحد يبقى ربنا هو السبب. ليه يا رب تخلينا نطص في الشارع؟ الله. وهكذا يحمل ربنا كل السيئات التي تحدث له. ده هتخش له مخافة ربنا في قلبه ليه؟ واللي عايز مخافة ربنا تدخل إلى قلبه لا يهدد الله. في ناس بيهددوا ربنا. طيب إن عدت تشوفني هخش كنيسة مش داخلها تاني، كنيستك دي مش مغطية. إن عدت تشوفني اعترف أتناول مش هعترف. الله. وأنا ربنا محتاج لاعترافك ولا محتاج لدخولك؟ يعني لو ما دخلتش الكنيسة هيقفلوها. تروق لنفسك شوية. لكن في إنسان مش متعود طاعة ربنا يقعد يهدد ربنا. قل له شوف يا رب إن ما عملتش الحكاية دي اللي عايز يصل إلى مخافة الله تكون عنده الهيبة في الاعتراف أيضا. يشعر إنه بيعترف قصاد ربنا في سمع الكاهن، ويكون مدقق ولا يبرر نفسه ولا يجلب لنفسه الأعذار. اللي عايز يصل إلى مخافة الله ممكن يدرب نفسه على مهابة الله أمام مهابة الكبار أولا. عارفين يعني ايه مهابة الكبار؟ يعني الجيل بتاعنا لما بيفقد احترامه للكبار من صغره بيطلع جيل ملتوي ومعاند ورديء. يعني ايه؟ يعني اول حاجة احترامه لوالديه. ان كان الانسان لا يحترم اباه الذي يراه فكيف يحترم الله الذي لا يراه؟ إن كان الواد الصغير من الصغر يلخبط في أبوه وفي أمه وما يطوعش ويعاند، طب مخافة ربنا تخش في قلبه إزاي؟ إذا كان التلميذ لا يحترم مدرسه إزاي مخافة ربنا تخش في قلبه؟ هو اتمرن على إنه لا يحترم الكبار، فالحكاية كبرت عنه، ما بقاش يحترم المدرس، بعدين ما بقاش يحترم الشرطي، بعدين ما بقاش يحترم القانون، ما بقاش يحترم ربنا.